ليش أسعار العقارات بسوريا مو منطقية؟ ممكن لأنه الطلب أكثر من العرض. يعني عدد الناس اللي عم تدور على بيوت أكبر بكتير من عدد البيوت المتاحة. ويمكن لأنه صار في معايير جديدة بترفع سعر البيت غير الموقع، مثلا إذا في طاقة شمسية أو حتى تدفئة أو بير مي. وسبب رئيسي محزن كتير هو حجم الدمار الكبير اللي صار خلال السنين الماضية. قسم كتير كبير من البيوت تدمر على ايد النظام البائد، وهالشي خلى عدد البيوت القابلة للسكن يقل بشكل كبير، وبالتالي كل بيت واقف صار سعره أغلى. وفوق كل هاد ما في معيار ثابت للتسعير، هذا غير السماسرة اللي أحياناً بيرفعوا السعر لحتى ياخذوا نسبتهم، فبيصير الوضع أعقد بكتير. يعني أنا ما فهمت ليش بده يجيب لي الشرطة؟ وإذا يعني بيع البيت لأربعة؟ بيت بنص الشام بدك يعني بس بيعه لواحد؟ من كتر الدمار واللي صار بسوريا والأحداث والهذا، فارتفعت الأجور وارتفعت الأسعار بسوريا كتير. الطلب عالي على العقار ونفس الوقت ما في عقار كتير. يعني أنا وعيت على الدنيا في أزمة سكن، ندرة الشقة، ندرة البيوت، ندرة مواد البناء كلياتها، ندرة مواد الإكساء، كله هذا بيأثر. هلا أول شيء في دمشق أغلى أسعار بكل سوريا حد علمي، في بعض المناطق يعني كانت أسعارها حتى أيام النظام البائد يعني كانت وقت اللي بيجي البريطاني عم بيسأل عن سعر المنطقة بالمالكي أو بشي محل يفتل مخه شوي. هلا المحلات في مناطق مقبولة، مثلا مناطق الشيخ سعد يعني يكون الأسعار مقبولة جدا حتى بالنسبة لشاب عادي إذا عندك مشروع صغير.